انا جاي اقدم الفيديو يا جماعه النهارده من بلد السحر والجمال اسكندريه. واضح قوي من الطرحه اللي عماله تطير. انا المختصر المفيد كده، جات لي بنت كلمتني، شافت فيديوهاتي على اليوتيوب، كلمتني قالت لي انا دلوقتي ارتبطت بواحد، وبابا وماما عرفوا ضربوني وبهدلوني وحبسوني، وماما خدت هدومي، وبابا خد موبايلي وي وي. المهم قعدت اتكلم معاها طبعا ونصحتها، وهي البنت فهمت وقالت لي يا ريت ماما كانت تتكلم معايا زيك. يا جماعه الاساس العيب في الاهل. البنت مش كمالة عدد في البيت. البنت اكتر واحدة لازم تحتويها، لازم تحتضنوها، لازم تسمعوها، لازم تحسوا انها احلى واحدة في الدنيا. لازم اما تشوفها لابسة لبس حلو لازم تحسوا ان انت اجمل واحلى واحدة. انت ملكة، انت. الاب بالذات يعمل كده، لان البنت بتبقى منتمية لباباها اكتر من مامتها. والام لازم البنت بالذات اول ما تخش في سن المراهقه لازم الام تتكلم مع بنتها، لازم تحكي لها بالتفاصيل، لازم ما تخوفهاش علي، قولي لي حتى الغلط لو عملتيه وانا افهمك الصح. لازم الام تعمل كده، لان في الوقت ده بيبدا البنات تاثر على بعضها. انا مدرسه وشفت الكلام، شفت المواضيع دي بنفسي. ممكن بنت تروح تقول لبنت انت مش طبيعيه ان انت ما بتحسيش ناحيه واحد او ما بتكرشيش على واحد. فالبنت تبدا تحس انها مش طبيعيه، تبدا اللي هي واثقه فيه لا تحس انها فيها حاجه غلط، تبدا انها ايه، تكرش على اي ولد، والشغل ده يبدا. طب ليه البنت تخاف تحكي لمامتها؟ لا، البنت احكي لمامتك كل حاجه، والام لازم تسمع حتى الغلط قبل الصح، وتبدا تفهمها مش تخوفها، تفهمها بحب. الاب يدلع بنته، مفيش اب متوفي يبقى الولد اخوها، مفيش تبقى الام تحتضن بنتها. يا جماعة انتوا بسبب ان البنات بتكلم الشباب او الشباب بيضحكوا على البنات لما بيحسوا منهم ان ناقصهم حنان، ناقصهم حب، فيبدأوا يعرفوا ايه نقط ضعفهم ويخشوا منها. والبنت غصب عنها عشان مفتقدة الحاجة دي بتبدأ تندرج للولد ده، وبتبدأ تحصل كوارث بقى، تنجرح، قلبها يوجعها، تفضل تعيط. في بنات بتنتحر، تقطع شرايين ايديها، والقصص كده كتير بسبب ان الاب والام مش واخدين بالهم. لازم يحسسوها احنا اهم حاجه في الدنيا، احنا بنحبك، انتي احلى واحده في الدنيا. لما البنت تتشبع حب من اهلها مش هتبص لواحد بره. وعلى فكره البنت من كتر ما تاخد صدمه ورا صدمه ورا صدمه هي هتتغير، قلبها هيتغير، الطيبه اللي فيها هتتغير، الحب جواها يتغير، كل حته منها بتنزل او بتتكسر هتلاقيها تتحول تبقى واحده تانية. ممكن تبقى كده بنت قاسيه ما تحسش بحد. فليه يا جماعه نوصل بناتنا لكده؟ لازم الاب والام يحتووا بناتهم، بالذات يا جماعه البنت لازم تحتووها بقدر الامكان. اب يحتويها، مفيش اب يبقى ام، مفيش ام يبقى اخ. لازم يحسوا البنت دي احلى واحده في الدنيا. يعني منى زكي جت قالت ايه لما احمد حلمي جه قال لي انا بحبك وعايزك، او انا بحبك في العموم؟ ما حسيتش بكلمه، بقيت ما فرقش معايا. ليه؟ علشان خاطر انا بابا مشبعني حب في البيت، فما فرقش معايا كلام احمد. شفتوا؟ فطب انت ليه او انت ليه ما تعملش ببنتك كده؟ واحد يقول لي انا معجب بيكي، مش فارق معايا، ما انا كفايه عندي بابا، كفايه عندي ماما، كفايه عندي اخواتي. وتحتفظ بمشاعرها وحبها لحد ما تكبر وتخلص جامعتها، ويجي ابن الحلال اللي يصونها وياخدها وياخد حبها كله. يا جماعة رجاء نحتوي أولادنا، نشبعهم حب في البيت، نحتويهم. لازم يحكوا لنا الغلط قبل الصح، ونفهمهم الغلط من غير خوف. لو اتكرر تاني يبدأ ان يبقى فيه عقاب، مش من اول مرة طخ 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 ضرب. لا، ما ينفعش. يا جماعة احتووا بناتكم، اما تشبعهم حب في البيت لو ولد عمل ايه مش هيعرف يأثر عليها. احتووا بناتكم بالذات. يا رب يكون الفيديو بتاعي افادكم بحاجة ولفت نظركم لحاجة. يا ريت بقى نشترك في القناة بتاعتي، ويا رب كلامي يكون جاب نتيجة.